السلام عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. هنا جيت نشارك معكم واحد الطريقه سهله مهله وديال السردين اللي تيجي بنين وساهل. هنا غنعطيكم المقادير، تبعوا معايا. هنايا عندي السردين من بعد ما نقيته وحيدت ليه هذيك القشره ودرت ليه هكا صبيعات، تيجي على شكل صبيعات. هنا راه حكا عليه واحد جوج ريوس ديال الثومه كما شفتوا هكا، تحيدوا منه الشوك وتحيدوا منه ديك القشره الكحله، يبقى هكا صبيعات. هنايا عندي 4 كاس ديال الزيت، عندي الخل ديال الحامض، عندي هنايا واحد نص معلقه صغيره ديال الهريسه، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الكمون، 4 معالق صغيره ديال البزار، 4 معالق صغيره ديال السكينجبير، 4 معالق صغيره ديال الخرقوم عرق، وهنايا الملحه. هنا عندي سبيسيال غادي نقليه بسبيسيال درتو هنايا. دابا من بعد غناخذ هاد اللقامه كامله غنديرها هنايا كما شفتوا هكا. غنزيد عليها هاد ربيع ديال الزيت. هاد الزيت علاش كنزيدو على وديت باش يجي الحوت مهرمش، تيجي مقرمش. غنزيد الخل، عندكم الخل ديروا الخل الاخر العادي عصروه. انا تيعجبني هاد الخل الحامض تيجي زوين. نخلط هاد الشيء مزيان هكا، هاد الشرموله نخلطها مزيان صافي. وغنزيد عليها هاد الحوت هذا اللي صايبت معاه جوج ريوصه ديال الثومه صافي. غنشرملها مزيان صافي. هنا من بعد ما درت هذاك السرديل في هاد الشرموله كما شفتوه، هو كتخليه واحد المده شويه يتشرمل. بغيتو ديروه كاع حتى بالليل وتخليوه يبات والصباح تقليوه ماشي مشكل. المهم انا خليته واحد المده قليله. دابا صافي دايره المقله كتسخن. هنايا سبيسيال ديروه في سبيسيال صافي، تهزو هكا تلبسوا هذاك الحوت كامل بهاد سبيسيال مزيان صافي. وغادي نديه المقله سخونه، الزيت سخونه صافي. من بعد ما كتسخن الزيت كنرخف عليه وكنخليه يطيب على خاطر هكا. عاوتاني راه كيجيو زوينين، ما كيجي كاع المذاق ديال السرديل، كيجي واحد المذاق فيه زوين غير الهبره هكا ديالو ومشرمله، كيجي بنين الصراحه. جربوه وغادي يعجبكم الا بغيتو تغيروا الطريقه ديال السرديل هكا. بغيتو ديروها بالإقامه، كل مره الواحد كيدير حاجه الصراحه، كل مره كنوعوا صافي. صافي هكا غادي نكمل، ومن بعد ما غنقليه كامل غادي نوريكم كيفاش كيجي. هنايا نتوما كما شفتوا من بعد ما درتو على جهه تقلى ليا على خاطرو. دابا كنقلب هكا، شفتوا كيفاش كيجي هكا صافي. وغنخليه يتقلى على خاطرو، نحيد شويه بشويه ومنين يتقلى غنوريكم كيفاش كيجي. في هنايا من بعد ما تقلى شوفوا كيفاش تيجي ناشف. ها انتم والله الا كيجي بحال شي ستيك، ها ما كيجي فيه لا شوك لا ديك القشره لا حتى حاجه صافي. هنا حاولت قدمته مع شويه الخيار وشويه ديال الكيتشوب. نتوما التقديم يبقى اختياري ليكم، درنا معاه شويه الزعلوك والفريت. المهم راكم عارفين الحوت شنو تيمشي معاه. ونتمنى تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا في الكومونتير، وما تنساوش كالمعتاد جيم وكومونتير بحالكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه.